اخواتي جلادين الذات، بمسي عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين. طبعا بداية الكلام غريب شوية، بس لازم اقول لكم حاجة مهمة جدا 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 جدا. قص 10. طبعا كلكم اتولدتوا اقوياء جدا لدرجة ان انتوا وايه وما عيطش وبتاع، لكن جس وات، ده مش معناه ان انت قوي. ايه ده؟ مش معناه ان انت قوي خالص. ان انت punishment yourself، ده مش اي حاجة غير ان ده هبل او مش هبل. هنتكلم عن الموضوع ده في الحلقة، لكن مفيش حاجة اسمها لازم ابقى قوي او ما عنديش وقت للانهيار يا عزيزي المستمع. رشفة قهوة عشان دي اهم من اي حاجة واهم مننا شخصيا. وبعد كده نرجع نقول المقدمة بتاعتنا. ازيكم؟ انا ستيفن هاني، وده برنامجكم المحبوب الصغنن منن، الانتقال من اليأس الى اللبس. يا عزيزي المستمع، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب الكل يكون بخير وبصحة وبسعادة وبسلام نفسي قبل اي شيء. انا بقولها دايركت على طول ورا بعض ورا بعض ورا بعض عشان هي ما بتتقسمش، دي حاجة بتاعتي مش بتاعت حد. اوكي طيب، زي ما فهمنا في الاول كده خالص، في ناس كتير جدا اتربت من وهي صغيرة على اسس غريبة جدا، ان القوة يعني انك ما تعيطش او ما تتهزش وتكمل مهما حصل، ما تشتكيش، ما تتخبيش، ما تكدكيش اي حاجة. وده كان من اكتر الحاجات الغلط جدا، واصلا مش من صفات القوة. بس اللي محدش قاله لنا بقى خالص ان دي بتتسمى قسوة على النفس او هلك، لا مؤاخذة يعني، في الروح. الانسان بطبعه عامة مش آلة. الانسان بيتعب، بيتكسر، وبيحس ان هو مش قادر، وده طبيعي عادي جدا انه يحصل قوي وكتير وفشخ كتير. الطبيعي من انك تقع، والطبيعي انك تحتاج حد يسندك، والطبيعي كمان انك تبكي وتحس انك ضعيف وتحس انك تايه. ده كله طبيعي. الحلقة دي ممكن تكون تقيلة على قلب ناس شوية لما يجوا يسمعوها، لان ممكن يشوفوا ان انعكاسهم موجود هنا. فصدقني مفيش مشكلة من ان انت تبقى حاسس ده بس مش عارف تطلعه. وده هدفنا النهاردة، ان احنا نحاول نظبط ده مع بعض. بص يا عزيزي المستمع، القوة الحقيقية مش انك تخبي مشاعرك نهائي. القوة الحقيقية انك تعرف تعترف بيها، انك تبص في المراية وتقول صاحبي انا تعبان وطعم. وده بجد مش للهزار. انا بحاول اوصل المعلومة بشكل خفيف على القلب عشان ما يبقاش الموضوع لا عشان هو الموضوع تقيل ذات نفسه. ده ممكن يكون واحد من اكتر المواضيع اللي انا اتكلمت عليها على مدار سنتين، اكترهم تقل على قلبي. اقف قدام مرايتك كده يا باشا، وقف كده، افرد ظهرك، شد خراشيمك، وقول ان انت فعلا محتاج ترتاح. عشان انت فعلا محتاج ترتاح. عايز تعرف ازاي؟ اقول لك، بص تحت عينيك، بص على عروق عينيك، بص على شكل شعرك، بص على اطراف ايديك، بص على شكل وشك. وقبل كل دول ملس بايدك. شفت تفاحة ادم اللي في زورك؟ جرب تعمل كده. لو لقيت نفسك ما عيطتش، تبقى انت كده بيرفكتكو، معلم في التمثيل. ممكن تيجي تاخد عندي كورس، ما عنديش مشكله. مش القصد والله، بس انت محتاج ان انت تعترف بده. بص او بصي، انك ما تجلدش نفسك علشان يوم ما تقدرش تقوم من السرير، او ساعة حسيت فيها ان انت مش قادر. ده طبيعي
ان انت تبقى واقف باصص كده على حالك، انت ده مش انت، ده مش انت. قمت من سريرك حسيت ان برضه ده مش انت. انا نمت حاجه وصحيت حاجه. بتبقى مشاكل كبيره جدا انا معاكم، بس فعلا انت بتبقى محتاج ان انت فعلا تهدى. انا عايز اقولك على حاجه، لو انت دلوقتي بتحارب لوحدك او بتحس انك لازم تبان قوي قدام الناس، بص هقولها لك من الاخر، انت مش لوحدك. وانت كمان مش مطالب انك يعني تكون كامل وتفضل تكمل وخلاص، وتفضل تمشي في كل الطرق دي وانت مش قادر. ده مش مطالب منك. انت ما بتجريش على عيال، ما بتجريش على عيال. لا مؤاخذة الكلمة دي ابويا قالها لي وانا استوعبتها دلوقتي، بس قالها لي من 3 سنين، بس لسه مستوعبها من شوية مثلا. قال لي انت ظهرك فاضي يا ابني، مفيش حاجة عندك عشان تعملها. لا عندك عيل ولا تايل، ولا الست قاعدة بترضعهم جوه بتقول لك عايزة لبن، ولا دلوقتي مطلوب منك فلوس. انت الفلوس اللي انت بتشقى بيها دي هي عشانك. هتتحط في تمن كليتك، هتتحط في شقة ليك، هتتحط في وديعة، هتتحط في كذا، هتتحط في مقدم عربية، هتتحط في حاجة، هتتحط في ذهب عادي. فيا عزيز قلبي، يا قرين الروح، بالله عليك ثانية واحدة رشفة هوا عشان هذا كان خلصت خلصت. لما اوزع الفصلان بس بحاول اهدي الموضوع. انت بني ادم، والبني ادم بيتعب عادي. البني ادم بيتعب عادي. بعد اذنك وبعد اذنك يعني اسمح لنفسك ان انت تقول انا خلاص جبت اخري. بص خلينا نتفق من اللحظة دي، حاول على قد ما تقدر يعني. تعالى جرب نعمل حاجة جديدة في الحاجات بتاعتنا او في البرنامج بتاعنا. تعالى نتفق على كذا حاجة تحاول ان انت تعملها. زي ايه؟ اننا نرحم نفسنا شوية. عن طريق ايه؟ اننا نسمح لنفسينا، او نسمح لروحنا بانها تقع من غير ما نحكم عليها. يعني مثلا انت خدت خبر من اياهم فوقفت، بدل ما انت عامل لي فيها فام ايموجي وبودي جارد بقى اللي هو وشه 111. انا الجمله دي سمعتها من كام حد كده فطستني، بيقولوا لي ان انا وشي دايما 111، حواجبي عامله 111 يعني اللي هو مكشر وبتاع عادي. حصلك موقف سيء، مفيش مشكله لما تقع، ده عادي جدا. متقعدش تلوم على حالك. اسمح ليها النهايه تعيط من غير ما تحس بالذنب. انا عيطت ليه؟ ما تعملش كده عشان الموضوع ده فعلا هيوجع. اسمح لها انها ترتاح من غير ما تحس ان انت خسران. اللي هو ايه، انت مرهق فشخ من الشغل دلوقتي، ما تيجي نعم ميتين الشغل دلوقتي، معلش انت هتوصل لمرحله ان انت تتحرق، هتلاقي نفسك تعبت. انا فضلت في شغلانه انا ما بحبهاش بتاع حوالي 4 سنين، لدرجه ان انا جه عليا يوم رحت قلت سبيت الدين لصاحب الشغل، قلت له يلعن كذا على اللي عايز يشتغل معاك، وكان ليا فلوس عنده، كان نص باكو تقريبا، سبته له ومشيت وما خدش فلوس لحد النهارده. فهل كل ده يعني انت تبقى مبسوط لما تتفرج على حالك وانت واصل للنقطه دي؟ اكيد لا. في النهايه كلنا في رحله طويله، محدش فينا بيكون متوقع ان هو يبقى السوبرمان طول الرحله خالص. اوقات القوه الحقيقيه بتبان في لحظه ضعف على فكره، لما تمد ايدك لحد وتقول انا محتاج مساعده، انا خايف، انا قلقان، انا متضايق، انا زعلان، حاسس بالوحده. اللحظات دي على فكره هي اللي بتفرق. اللحظات دي هي فعلا اللي بتخليك حاسس ان انت عايش، مش ان انت تبقى معايش حالك في وهم كبير جدا وبين قوسين انت مفاهم حالك ان انت قوي. في حاجات تانية كتير قوي الواحد ممكن يكون لسه ملحقش يتكلم عليها، زي انك ما تحاولش ان انت توصل لمرحلة ان انت تتحرق. بص معنى الاحتراق ايه بالنسبة لك يا عز المستمع؟ انت تبقى واقف قدام حالك بتفكر، من كتر ما انت افكارك عمالة تزيد 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 سقفها مبقاش قادر
او سقف عقلك ما بقاش قادر يحتمل كل الافكار اللي عماله تتجدد لك كل شويه ديت. فالموضوع بيبقى صعب، بيبقى صعب استيعابه، صعب احتوائه، صعب هندلته، وصعب شفائه. فبيفضل بص، لو كنت واحد من المحظوظين جدا اللي هم لسه ما تعلموش ازاي يبقوا تفكيرهم يكسبهم، او ان هم يتسحلوا في التفكير، او بين قوسين يبقوا في تفكيرهم السلبي غطسانين، حاول تتعلم ميكانيزم الدفاع عن النفس من الافكار السلبيه. يعني ايه؟ حاول ان انت لما تيجي تبص قدام نفسك وتلاقي نفسك فعلا تعبان، ما تمسحش عينيك، ما تمسحش دموعك، افهم انت هنا ليه، او بمعنى صح افهم انت وصلت لهنا ليه. انت محتاج للحل، محتاج للحل، محتاج للحل، مش محتاج انك تبقى قوي في مواقف اصلا ما اتخلقتش عشان تبقى فيها قوي. معلش. كان والدي بيشوفني وانا بعيط من فترة، ودي كانت حالة نادرة جدا 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 جدا. دخل بصلي وقال لي انت كده مش راجل يا ابني. قلت له يا والدي، يا والدي، هي مش بالعياط، هي مش بالعياط، هي مفيش حاجة اسمها انت مش راجل عشان بتعيط. لو انت شايف ان الرجولة عدم البكا، طب ما تعيطش عليها بقى يوم ما تلاقي موت اكتمل. قعدنا في مشادة ومجاذبة، بس انا مش جاي بكلمك النهاردة على السيرة دي او على اي حاجة. انا جاي بتكلم معاك على حاجة واحدة بس، هو انك ما تقتلش حالك. انا واحد اهو كرس كل حياته ان هو يقتل نفسه او يقتل الروح البشرية اللي جواه. كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان بس يتقال عليه ان هو كان شخص قوي. لكن هل الكلمة دي فعلا كانت موجودة؟ لا. طب هل الكلمة دي فعلا انا استفدت بيها بشيء؟ لا. طب هل نفعتني بحاجة؟ لا. طب اي مكسب؟ مفيش. اي فيدباك؟ لا. طب اي حاجة؟ طب رز بلبن مثلا من عند الرحمن؟ مفيش. طب كوباية صوبي؟ مفيش. انا خسرت. بس المشكلة ان انا ما خسرتش مثلا فلوس، لا، انا خسرت صحة، خسرت سنين من عمري، خسرت نفسي. فالموضوع كان صعب قوي على صدري ان انا استحمله. فمن هنا بدأت رحلتي في استكشاف نفسي. انا كنت متعود ان انا لازم ابقى قوي، بس اكتشفت ان انا ما ينفعش ابقى قوي دايما. بس اكتشفت ده امتى؟ لما لقيت نفسي، شفت لما تقعد تملى 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 ازازه، تملى ازازه، تملى ازازه، مفيش لحد لما توصل لان مفيش نقطه هواء. عارف البلالين الصغيره قوي دي اللي بتبقى في الازازه، او مساحه الهواء دي، المساحه دي ما كانتش موجوده. فلما تيجي تحط فيها ميه تاني، اكيد مش هتستوعب، اكيد مش هتقدر تستحمل، هتدلدق. يوم ما هتدلدق ممكن تدلدق من قوة الضغط بتاع المية اللي نازل على الازازة، ممكن تدلدق المية اللي جواها. وفي الحالة دي لو الازازة كلها المية اللي فيها اتدلقت، الازازة يبقى وزنها خفيف، ممكن تطير مع اي شوية هوا جامدين جايين. طيب المغزى من كل ده ايه؟ عشان انا نفسي اهدى، انا نفسي، اكيد كل واحد فينا بيقول انا ليه اصلا وصلت هنا؟ عشان ببساطة شديدة يا عزيزي، انت لم تولد على تلك الارض للعتل المستمر، لان انت تبقى عتال. ده بجد. ده حتى الآلة ساعات بتستريح، ساعات بتتشحم، ساعات بتتغير، عادي. على الأقل تاخد وقت راحة. انت بتقولي انا ما عنديش وقت راحة، لا فيه. مش بتكلم هنا عن الراحة اللي هو راحة الجسد. انت شوف انت عايز ايه، او شوف انت الوجع عندك فين وحله. كنت قاعد مع حد كان بيتكلم معايا عن موضوع مهم جدا. قال لي يا ستيفن، هو انت عارف مشكلتك فين؟ قلت له اه. قال لي فين بالظبط؟ قلت له في ان انا ما بعرفش اعبر عن مشاعري قوي. قال لي دي كده عنصر من المشكله، بس المشكله الاصليه ايه؟ هل هي مشكله جسديه، ام هي مشكله عاطفيه، ام هي مشكله عقليه؟ مش مجنون يعني، اللي هو انت مجهد عقليا من كتر التفكير،
ولا انت مجهد نفسيا وجسديا؟ لان نفسيا دي بوينت لوحدها. هل انت مجهد نفسيا ولا مجهد جسديا ولا مجهد عاطفيا ولا مجهد فكريا؟ قال لي حدد لنفسك انت واقع في انهي واحد فيهم. فمسكت ورقه وقلم قدامه وقلت له انا جسديا عندي مشكله 2 3، نفسيا ممكن ما اكتبهاش عشان هي كلها بايظه عادي، فكريا عندي مشكله 2 3 4 5، عاطفيا هي مش موجوده برضه. فقال لي ده معناه ان في مشاكل مش مشكله. انت بتقول لنفسك ان في مشكله علشان تداري على نفسك ان مفيش غير مشكله، فالدنيا حلوه الدنيا جميله الدنيا لذيذه الدنيا لطيفه، بس هي مش كده خالص خالص خالص. فتاسك ليك يا عزيزي المستمع، اسحب ورقه وقلم واعمل زي ما انا عملت. مش بقولك ان انت تاخد مني قدوه او ان انت تاخد مني حاجه انا بعملها وبتاع، لا 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 خالص، بالعكس. بس انا استفدت بده، فانا عايز افيدك بده، مش عشان حاجه، بس زي ما قلت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، وهي الجمله ال الاساسيه في تاثير او في تكوين البودكاست: ساعدني اساعدك عشان اساعدك تساعدني. كل ما بقولها لاي حد بيبقى واقف عامل علامتين تعجب كده: انا am don't understand in anything but I will prepare my papers to be the best in this world. والله بس هو الموضوع ما بيبقاش كده، الموضوع كله بيبقى محتاج ان انت تعرف انت المشكله عندك فين، وما تقاوحش مع حالك، وتقبل المساعده، وتسكت اي صوت خارجي، وتحاول انك لما تقع تقوم تاني، علشان فعلا هتلاقي نفسك في اوقات كتير مسحول تعبان متضايق مخنوق، وده طبيعي. بس اللي مش طبيعي انك تسلم لده. وانا واثق فيك وواثق فيكي وواثق في كل حد عامه ممكن يحاول يعمل حاجه زي كده، علشان انتوا مش ضعفاء، انت مش ضعيف. انا ممكن اكون ساعات ضعيف في وقت من الاوقات، بس مش دايما. مش معنى ان انت تعترف بنفسك ان انت مش قوي ده معناه ان انت تبقى ضعيف. على فكره مفيش حد ذكي بيقول على نفسه ذكي، ومفيش حد غبي بيقول على نفسه غبي. الحاجات دي اللي بيفضحها الافعال، الكلام، الاسلوب. فانا اكتشفت بالصدفه ان انا طلعت غبي عشان انا بحرق حالي، بحرق نفسي. لكن ما تبقاش غبي انت كمان. اعرف مشكلتك فين، اعترف بيها، اجري في حلها. انما بقى لو صعب ان انت تحلها مع نفسك، ودي اخر بوينت ممكن اتكلم فيها. انا عارف ان الجمله اللي جايه دي ممكن تبقى صعبه عليك ان انت تستوعبها او تشوفها او ان انت تقبل بيها اصلا، لكن اطلب مساعده. ايوه اطلب مساعده، صدقني ما بهزرش، اطلب مساعده عادي. ابعت لاي حد، حاول توصل لاي انسان تقدر تثق فيه ولو بنسبه طن المية. عشان بحب القهوه بصراحه، فاي حاجه معديه من جنبي بقول عليها طن. حاول توصل لاي حد وتقول له بص انا محتاج اتكلم، بس يعني ممكن تعمل نفسك بتسمعني ومش عايز منك حاجه. فكره انك اصلا قلت المشكله طلعتها من جوف البير اللي كان تحت ده، حاجه في حد ذاتها اصلا كبيره جدا، حاجه في حد ذاتها اصلا صعب ان اي حد ممكن يعملها. اللي بيعمل كده على فكره هو صايع جدا، هو فعلا بني ادم صايع قوي. ويا سلام بقى لو كنت شخص حريف وبتعرف تدور على حل للمشكله دي. انا عارف ان في ساعات، مش ساعات، هو 90% من اغلب ال 95% اللي تعبانين ما بيبقوش قادرين يدوروا على حل المشكله بسبب ان هم محترقين جدا. ف ده بيرجعنا لاول نقطه احنا عملناها. انت دلوقتي اعترفت بالمشكله، فانت عايز تاخد ستيب لحلها. ازاي؟ ما انت مش قادر. لما تروح تحكي لحد لازم تختار انت بتحكي لمين عشان تقدر تستفاد منه. تسمعش لاي حد وخلاص، وما تحكيش لاي حد وخلاص.
عشان ممكن اي حد اللي انت تروح له ده يقوم ظرفك جملة تجيبك الارض، وحد تاني يقول لك كلمة ممكن تخليك تحس ان الدنيا خفيفة. دايما اختار الشخص يا عزيزي المأذي الخفيف، خفيف القلب، اللي تقدر تروح تتكلم معاه ما تحسش ان الموضوع تقيل، اللي هو ياه انا احكي للواد ده الموضوع يا دين امي ما بتبقاش غيره، يا لهوي بص البت دي ما مش طايقاها ده يوم ما تضيق جاي اروح احكي لها هي. لا عادي، ممكن دول ما تتكلمش معاها، بس اختار حد فعلا يكون شبهك، انت اضرب اختياراتك. وده بجد دي حاجة انا كستيفن بشوفها، ساعات اختياراتك بتكون غلط. اسأل حد اكبر منك، حد من الاهل، حد من العيلة، حد من الصحاب القريبين من زمان قوي. اختار، انك تختار صح بيسرع علاجك لمشكلتك. خليك دايما فاكر يا عزيزي المستمع ان مش كل الوقت لازم تكون فيه قوي، ومتاح جدا انك تبقى ضعيف في بعض الاحيان. وده بجد صدقني صدقني صدقني، انا واثق فيك وواثق فيك وواثق في كل حد. انت يعني ان انت تدوس بلاي لما تشوف اسم الحلقة وتوصل للدقيقة 21 وانت بتسمع موضوع تقيل قوي على قلبك، وتكون كمان قمت من سريرك، غسلت سنانك، ظبطت حالك، غيرت تيشيرتك، غيرت هدومك كلها، غيرت ملايات سريرك، جبت طلبات، عملت حاجات في البيت، ده كله انجاز. انتوا اقوياء جدا، مش في كل الاوقات، بس انا بالنسبه لي انتوا اقوياء حتى في وقت ضعفكم. انت قوي جدا يا عزيزي المستمع حتى في وقت ضعفك، لانك مش زي باقي الناس، ما بتستسلمش. وده بجد شكرا لكل من استمع وصل للوقت ده. اتمنى الكل فعلا قلوبهم تهدى، وادعوا لي معاكم يعني لعل عسل التمن اللي في دماغي ده يخف، عشان انا والله ما قادر. بس كده. اي كومنتس هتبقى تحت. اي حد يحتاج اليوزر بتاع الانستجرام عشان يقول اي حاجه او ايا كان سيبهولكوا تحت. وبس كده، see you soon. السلام عليكم. ما بيقفلش ليه؟ لا بهزر.